لكم صوره المظاهره هنا. المهم عامله بقى ايه 3 شباشب، الشبشب بيروح. يعني البنوته القمر دي شفت لها فيديوهين والظاهر لسه مصدومه، لسه الموضوع جديد عليها. بتتكلم عن المظاهره اللي كانت في فرنسا، اللي الفلسطينيين عملوها في فرنسا، وكانوا حاطين صوره بايدن ونتنياهو والرئيس السيسي وعليها اكرمكم الله الشباشب وبيضربوهم وبيتظاهروا ضدنا. والبنت يعني مصدومه حبيبتي، ما شافتش الحاجات دي، بس اللي موجوده كتير يا حبيبتي. فهو ودخلت في فيديو تاني عندها على الصفحه، دخلت لايف الاخوه الزول السودانيين الموجودين، اللايف اللي تقريبا كلكم شفتوه، اللي حاطط صوره راقصه وبيقول ان مهنه المراه المصريه ايه، وكله شتيمه في المصريين. فاتصدمت، واتصدمت اكتر لما عرفت ان الزول عايش في القاهره. فحضراتكم دلوقتي وتاني وتالت ورابع، ضيوفك يا ريس تعبونا، ضيوفك يا ريس زهقونا، ضيوفك يا ريس ما بيحترموناش، ضيوفك يا ريس تقلوها علينا قوي. هيبقى في بعد كده احتكاك ما بين المصريين وبعض الضيوف بشكل مش حلو، لان احنا تعبنا وزهقنا. هوريكم كام حاجه كده. واحد سوداني زعلان، طالب سوداني زعلان ان الازهر عفى الاخوه الفلسطينيين من المصاريف وهيقدم لهم مصروف شهري، وهيقعدوا في المدينة الطلبة والكلام ده كله. بيقول اللي يقهر ان احداث السودان كانت من قبل احداث غزة وما تعملش معاهم كده. وان هم بدل ما كانوا بيدفعوا $25 بقى يدفعوا $50 ومستكتر الموضوع. ويقول لك ان اصل احنا ما عندناش المسجد الاقصى، واحنا سمر مش بيض. طب انت عندك مشكله وعندك عقده بتاعتك انت، فبتطلعهاش علينا. وبعدين معلش يعني قلت لكم ان الضيوف دول بتوع الجنوب بالذات بجحه، عندهم بجاحه. يعني انت قاعد وبتدرس وبمجموع زي الزفت، وارجو من وزير التعليم العالي يفهمنا هو في ايه لما زول سوداني بيخش كليه طب ب75 ويجي المصري على 1% يخش جامعه خاصه ويدفع، والزول السوداني معمول له 70%، وكانت السنه اللي فاتت 90%. هو دي بلد مين فينا؟ نحب بس نعرف. ما هي لو مش بلدنا قولوا لنا، بس يعني احنا مش هنسيبها، ملناش غيرها. فحضراتكم فهمونا الضيوف وضعهم ايه، الضيوف اللي بقوا يتطاولوا علينا وبقت الارض ارضهم. وعشان بس تبقوا فاهمين، الكيان مش هيقدر يشتري متر من مصري، لكن يقدر يدخل لك لاجئين، ويخش لك لاجئين، ويخش لك ضيوف، ويخش لك ناس متهجره، وبعد كده يبقى ياخد منهم الارض والبيت ويشتري هو منهم. فلو هو مش قادر ياخد منك حاجه، يوم من الايام الضيوف دول هيبقوا وبال علينا. فارجو الحكومه المصريه ننتبه لهذا الملف اللي احنا تعبنا نتكلم فيه ومش هنبطل نتكلم فيه. من ضمن المشاكل ان حضراتكم عربيات القوات المسلحه والداخليه والحاجات اللي ايه فيها حاجات اسعار يعني معقوله، عشان المواطن المصري يبص على الطابور كده هتلاقي السوداني واليمني وكله واقف. هو احنا بنقدم الدعم ولا بنساعد مين يا حكومه؟ بنساعد مين؟ اما بالنسبه للجمعيات التعاونيه، ودي رائعه، الطوابير فيها قدامها بكتير، وتلاقي كل واحد قاعد باهله واخواته وكله قاعد بقى وياخد بدل المره 2 و3. ارجو ان يبقى فيه رقابه، وان اللي يشتري مره ما يشتريش تاني. واظن ان في الجمعيات الاستهلاكيه الموظفين نفسهم بيبقوا عارفين شكل الناس وعارفين ده، فما تستسهلوش وما تتساهلوش مع الناس، بياخدوها يخزنوها بعد كده هم بيبيعوها. فارجو ان يبقى فيه رقابه شويه، وارجو ان احنا نبقى فاهمين يعني، او تفهمونا يعني هو وضع الضيوف ده ايه، اللي بقوا يتنكوا علينا ويشتمونا ويقولوا احنا مشغليننا، واللي قال لك قاعد بجروشي جاي زعلان عشان شيخ الازهر هيعفي الطلبه الفلسطينيين من المصاريف وهم لا. مش انت قلت قاعد بجروشك؟ ما تخليك قاعد بجروشك. وبعدين يا حكومه، هو معلش يعني $50 وغرامات و$50 ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ وارجو ان يتوقف تمليك الاجانب في مصر. اتمنى ان يحصل ده. احنا بنتهان في بلدنا، ضيوفك يا ريس بيهنونا. كفايه بقى، ما بقيناش قادرين نستحمل حاله اقتصاديه زي الزفت، ونقول عشان خاطر البلد وعشان خاطر الظروف نستحمل، لكن الشعب المصري مش مطالب ابدا يستحمل الضيوف دي. يعني قاعد اكل شارب نايم وبتتعلم وبتاخد تخفيضات وبتتعامل زيك زي السوري واليمني والسوداني، بيعامل في المدارس الحكوميه زيه زي المصري، وكمان بنتشتم. ويجي واحد يمني يقول لك عايز اشتري شقه بس ما يكونش من مصري، يكون من يمني. ارجو ان احنا ما نكونش مضايقينكم في البلد او متقلين عليكم او زنقينكم، يعني معلش استحملونا، اعتبروها بلدنا. قلنا ضيوف وفتحنا لكم الباب ودخلتوا وبعد كده اتمرعتوا. ايه يا ريس؟ هنستحمل بلدنا عشان خاطر بلدنا، لكن مش هنستحمل ضيوف في يوم من الايام هيبقوا كارثه علينا.
الكيان مش هيعرف ياخده بايده، هياخده منهم. والنهارده اهو الفيديو اللي بيقول لك انا مصري عايز اخش مصر، روح دافع عن بلدك. ولو يا مصري مكسوف تقول مش قابل التهجير، لو هم بايعين القضيه بتاعتهم احنا مش قابلين التهجير، مش عايزين حد يخش بلدنا. لو واخدينها بسيف الحياه وبتكسفونا وتقولوا ما عندكوش، مش عايزين حد، مش عايزين حد. ايه رايكم بقى؟ مصر للمصريين والارض المصريه للمصريين والجيش المصري للمصريين. عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم انتوا احرار براحتكم، مش فارق معانا. واديك يا مصري شفت الفلسطينيين اللي في فرنسا اللي كانوا يعني المظاهره بتاعت الشباشب، شفتوا بيعملوا ايه؟ يا فلسطيني يا محب لبلدك، بدل ما تطلع تشتم في مصر ادعم بلدك وشوف المقاومه عملت فيها ايه. بدل ما تشتمنا احنا روح اشتم اي حد تاني، روح شوف المتسبب. المعبر مفتوح من اول يوم وفي تعنت في دخول المساعدات، فما تجوش تحاسبونا احنا واحنا مش مسؤولين عنكم، احنا ما خلفناكوش ونسيناكم. ما تبقاش انت متجنس وقاعد بره وعايشها ومقضيها. ان كان فلسطين الضفه وغزه فيها 5 مليون، ففي 9 مليون فلسطيني عايش بره ومروقها. ما تبقاش انت قاعد واخد الجنسيه ومقضيها وعايش حياتك وعامل البيزنس بتاعك وعلى قلبكم قد كده وعندكم مليونيرات، وتيجي تقول يا مصر حارب، يا مصر اعمل، مصر تعبت، مصر قرفت. كفايه بقى، كفايه بقى. والضيف اللي ما يحترمش نفسه مشوه، رحلوه. كفايه، تعبنا. هنستحمل البلد وظروفها عشان خاطر المصريين ومصر، مش عشان خاطر ضيف. ارجو ان ده يبقى مفهوم. ويا مصري لو بتتكسف تقول الكلام ده، بكره ياخد بيتك، بكره ياخد شغلك، بكره ياخد كل حاجه. لا بلد ولا انتماء ولا اي حاجه. اللي بيتكسف مثل المصري بيقول لك بيتكسف من بنت عمه ما بيجيبش منها عيال. فاعقل وبلدك مفيش بعدها. فما تقعدش بقى الحنيه واللي يقول لك ايه خش وبلدك وبلدك انت دخله في بيتك، اديله بيتك. اللي بيعزموا على الضيوف ببيوتهم ولا بالبلد اديله بيتك. خد عيالك وامشي وادي الضيف بيتك، تتكلمش باسم البلد. احنا مش قابلين ومش هنسكت. ملف الضيوف لازم يتفتح وفي اقرب فرصه. تعبنا وقرفنا وهنقولها كل يوم. كفايه.